يعطيكم العافية. اليوم وصفتنا مش حلو، هي عصير الليمون والنعنع. طبعا بيشهي كتير، وبهذه الأجواء بالحم بينفع. خلينا نبلش مباشرة بالمكونات. عندي ربع ضمة نعنع، حبة ليمون واحدة، كب تلج كبير، كاستين مي مع فنجان سكر. بحط كاستين المي بالخلاط. طبعا يفضل انه يكون خلاطك قوي، لانه التلج بده ماكينة قوية اللي تكسره، بلاش يخرب لك الماكينة. فبالتالي بنحط المكونات ورا بعض كلياتها: السكر، المي، النعناع والليمون. بقشرها الحبة بهذا الشكل، بشيل البياض وبفتحها من النص، وبحاول أشيل إذا فيها بزر أشيله أفضل، لأنه البزر بيعطيني شوية طعمة مرار، هيك بتطلع طعمها كتير طيبة. مكوناتها سهلة وسريعة وبسيطة. مباشرة بخلطهم بالخلاط بهذا الشكل لما يصيروا ناعمين كتير 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 منيح. بعد ما ينخلطوا سوا بضيف تلجة تلجة. أنا فيني أحط التلج من البداية وأخلصه كلياته سوا، بس ما بدي يكون تقيل على الماكينة. فبعد ما مشيت الماكينة بالمواد الأولية بديت ضفت لها التلج قطعة قطعة لحتى يتكاثف عندي. هذا العصير بالذات ما بيزبط إلا بتلج، فتكوني محضرة عندك كمية منيحة عشان تستخدميها. شايفين كيف قوامه؟ حبيت أورجيكم بهذا الشكل. بيكون ثك تقيل يعني، مو طيب أبدا. طري وبس. صحتين وألف هنا. شايفين ما أسهل هالطريقة؟ وبالعافية بتقدموه مع حبة ليمون بالكاسة، وصحة وهنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة.